يعني قاعد اكيد بتفكر واكيد عندك طموحات، عايز ارجع النادي الاهلي اثبت. اكيد كل ده تفكير، يعني كل ده تفكير الواحد بيفكر فيه كل يوم، ومش كل يوم، كل لحظه. وبعدين في حاجه مهمه جدا، يعني جماهير النادي الاهلي ساندتني كتير قوي، ومحتاج ارد لهم يعني الجميل ده. بصراحه مش عارف اقول لهم ايه. يعني حتى كمان اول لما اتصبت لقيت حب كبير جدا، مش مصدقه. امتى بكيت؟ اه. امتى؟ امتى بكيت؟ تاني يوم الاصابه. تاني يوم؟ تاني يوم شفت نفسي في فيديو، تعبيرات وشي خلتني ابكي. حتى كمان صحيت الصبح، يا رب اكون ده كابوس. قلت حسيت بايه؟ ما حسيتش بحاجه يعني انا اكيد اتضايقت، لان انا كنت عايز اقدم حاجه للنادي، وعايز اقدم حاجه لنفسي، وعايز لسه ما لسه طالع انا لسه ما لحقتش العب، حتى كمان ما لحقتش ازور النادي. انا قعدت اسبوع واحد في النادي. اول لما رحت على ماتش بيراميدز، اتمرنت 3 تمارين مع الفرقه، ودخلت ماتش سموحه. مشيت من المعسكر، يعني انا كنت هتقيد افريقيا تاني يوم، كابتن سيد كان مبلغني ان هو هتقيد تاني يوم، كنت هتقيد افريقيا. اول لما عرف الصليبي، ما خلاص كل شيء راح. سيد اتكلم معاك؟ طبعا. تفكيري دلوقتي حاليا في ازاي ارجع من الاصابه، وازاي ارجع احسن، دي اهم حاجه.